ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسلام. طبعا رجعنا لكم بعد امتحانات الميد ترم، ان شاء الله كلكم تكونوا موفقين فيها وتكونوا جاهزين ان شاء الله لامتحانات الفاينل وامتحانات العمل. قبل بداية اي حاجة لا تنسوا الدعاء لاخواتنا المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم، اللهم ادخل عليهم العيد بنصر قريب. النهاردة بنتكلم عن اخر محاضرة لوراثة، المحاضرة الثالثة. هنتكلم فيها عن حاجة بسيطة جدا، يعني هي يعتبر تكملة للي احنا كنا واخدينه في المحاضرة الأولى والمحاضرة التانية. بيتكلم عن الطرق المستحدثة اللي هي نقل الجين. الطرق المستحدثة لنقل الجين، انت عندك جين بيبقى عندك اكتر من طريقة من خلالها تقدر تنقل الجين ده وتستخدمه في التطبيق اللي انت عايزه. طرق نقل الجين بتعتمد على تدخل العنصر البشري، لانه من خلال العنصر البشري يقدر يعمل اضافة او حذف او تعديل للجين، والكلام ده بيتبع طبعا وبيندرج تحت تقنيات الهندسة الوراثية. تعال بقى نتكلم عن الطرق المستحدثة لنقل الجين. منها خطوات كلونة الجين. يعني ايه كلونة الجين؟ يعني انت عندك حضرتك الجين ده بيمر بسلسلة من الخطوات تقدر من خلالها بعد كده تستخدمه وتطبقه في الحاجة اللي انت عايزها. اول حاجة طبعا منطقي جدا تعمل عزل او انتاج الجين اللي انت عايزه ده بتقنيات التفاعل البرمجة المتسلسل اللي احنا كنا واخدينه في المحاضرة الاولى والتانية. تاني حاجة تعمل ادخال الجين في ناقل مناسب. لازم الجين ده حضرتك تضيفه في ناقل زي البلازميد عشان تبدأ تنقله ويكون محمول لتنقله لخلية واستهداف لخلية معينة. تالت حاجة ادخال التركيب اللي هو عبارة عن الجين والناقل. ده مش موضح اوي في الPDF، هو قصده الجين والناقل. بعمل له ادخال في خلية زي بكتيريا مثلا، اللي عامل له اكسار ان انا عايز الجين ده بكميات كبيرة. عندي جين واحد عايز الجين ده يتم انتاجه بكميات كبيرة، فبدخله في خلايا عائل مناسب. بعد كده بعمل عملية استخلاص التركيب المهجن. تمام. من بعد اعمل عملية استخلاص الجين ده. تمام. يكون عندي جين متوفر بكميات متوافرة، اقدر استخدمه بعد كده في التطبيقات اللي نحتاجها، سواء مثلا استهداف لخلايا معينة او سواء مثلا استخدامه لصناعة الادوية. تاني طريقة نتكلم عليها هي وسائل التحول الوراثي في الكائنات المختلفة. ازاي اعمل تحول وراثي؟ يعني ايه تحول وراثي؟ من خلال ببساطة جدا تحول وراثي يعني انا هنقل DNA جديد لخلية، ده التحول الوراثي. فيبدأ ياخد صفات جديدة، يعمل تحول وراثي زي ما كنا واخدين قبل كده بكتيريا اس وبكتيريا بي، كنا واخدين حاجة ايه تخصها يعني. تمام. طيب ازاي؟ عندك مثلا من احداث ثقوب في جدار خلية بكتيرية. طب ليه؟ قال عشان ههيئ الخلية دي لاستقبال DNA غريب عن الخلية وإتمام عملية التحول الوراثي. طب انت عندك هنا التحول الوراثي ده مش بيتم من خلال وسائل؟ ايوه، عندك مثلا زي الحقن المجهري، ان انت بيبقى عندك المادة الوراثية مثلا بتبدأ تحقنها في نواة الخلية المستقبل. عندك وسيلة تانية كده ممكن بشكل يساري يعني تسميها مسدس المية، بس هو مش كده طبعا. بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة ان انت عندك مثلا مسدس يحتوي على الجين، يحتوي على المادة الوراثية. تمام. بتقذفه على الخلية، والمسدس ده بيكون تحت ضغط شديد جدا، القذف بيبقى تحت ضغط شديد جدا الى داخل الخلية، وبعد كده بيحصل عملية انتخاب زي فلترة كده، ان الجين بيروح للخلية المستهدفة. تمام. وبينتقل الى الخلية المستهدفة. عندك برضو وسيلة تالتة لطيفة جدا، ان انت بتستخدم بكتيريا الايجلو بكتيريا. بكتيريا الايجلو بكتيريم دي هي بكتيريا تصيب نباتات ثنائية الفرق. كمان البكتيريا ده عندها بلازميد، يعني عندها ناقل جاهز من الاخر كده اصلا. البلازميد ده بنسميه بلازميد الTI. البلازميد ده بيحتوي على جينات بتتحكم في العمليات الحيوية التي تجرى داخل الخلايا النباتية. يحتوي على جميع الجينات المسؤولة عن العمليات الحيوية اللي موجودة في أو التي تحدث داخل الخلايا النباتية. كمان لإنتاج
وكمان يحثها على إنتاج مركبات عضوية ضرورية لحياة الخلايا الحية كما هو في موضح في اللسمة. فأنت عندك السهم ده بيرمز إلى بلازميد التي اي. طب ده لازمته ايه؟ ما هو من خلال البلازميد ده العلماء والباحثين قدروا يستخدموه ان هم يعملوا نقل مستحدث للجين، تمام؟ من خلال ايه؟ من خلال بعض العمليات التي تجرى عليه. تعالى بقى نتكلم عن الطرق المستحدثة. اخر طريقة في الطرق المستحدثة لنقل جين وهي التحسين الوراثي باستخدام التكنولوجيا الحيوية. تعالى كده نفنط الكلام واحدة واحدة. انت بتقولي تحسين وراثي، يعني ايه تحسين وراثي؟ يعني انا اعدل في سلوك الجين، اعمل عملية زي اللي احنا قلناها بقى، اضافة وحذف والكلام ده كله، اظبط الجين ده، تمام، اللي هو اصلا مسؤول عن اظهار صفة في خلية معينة. طيب ليه؟ لمنع حدوث مرض او ضرر للخلايا دلوقتي او في المستقبل. ده كده انا عملت عملية تحسين وراثي. نتكلم بقى عن الحاجة التانية وهي التكنولوجيا الحيوية. بتتقسم إلى بايو وتكنولوجي. البايو طبعا اللي بيدرس خلايا الكائنات الحية، هو بيروح يدرس خلايا الكائنات الحية ده يقدر يطلع منها ايه، تمام، وبيستخدمه في التطبيقات العملية طبعا علشان يعمل عملية لتطبيق العلم والمعرفة وإفادة البشر. الكلام ده مش مستحدث، ده الكلام ده كان بيحصل من 6000 عام لما الفراعنة والقدماء المصريين عملوا تخمير لكائنات مثلا دقيقة واستخدموها في صناعة الخبز والجبن والخمور. كده يا شباب تكون رحلتنا مع محاضرات وراثة ان شاء الله تكون انتهت. بإذن الله تعالى نشوفكم في محاضرات جديدة ان شاء الله اللي جاي اقوى واحسن بإذن الله تعالى. يلا سلام. تقديم M&A.